أولا أستغرب الكلام الذي تروجه بعض الصحف بعض وسائل الإعلام وكذلك الناطقين الرسميين باسم الاتحاد العام لطلبة تونس أنه هو الطرف الفائز اليوم في الانتخابات. أو ابتداء النتائج الرسمية للانتخابات هذه لم تنزل بعد، وهذه تحتاج بعض الوقت، لأنه ليس فقط الاتحاد العام لطلبة تونس والاتحاد العام التونسي للطلبة هم الطرفين فقط المترشحين في هذه الانتخابات. هناك قائمات مستقلة، هناك قائمات للإسلاميين، هناك قائمات حتى من بقايا النظام السابق للأسف في الجامعة التونسية اليوم ترشحت في هذه المحطة الانتخابية. احنا مبدئيا بالنسبة لنا إلى حد الآن نتائجنا التي حاصلة عندنا الاتحاد العام التونسي للطلبة هو الفائز الأول في هذه الانتخابات، وهذه بالإحصائيات والنتائج. وبعد شنو الإحصائيات الرسمية؟ أنتم قمتوا بإحصائياتكم الخاصة؟ طبعا احنا إحصائياتنا خاصة، عندنا أبنائنا اللي ترشحوا ضمن هذه القائمات وعندنا إحصائياتنا احنا. أول حاجة لازم نفهم حاجة جيدا باش ما تصيرش مغالطة للرأي العام الطلابي والرأي العام الوطني، إنه الترشحات على مستوى انتخابات المجالس العلمية هي ترشحات فردية. القائمات تقوم بالحملة الانتخابية في الساحة في الفضاء الجامعي. اليوم إذا الاتحاد العام لطلبة تونس يحب ينسب بعض القائمات التي كانت مستقلة وبعض القائمات ما نعرفش من أين أتت باش ينسبها ليه وباش ينسبها انه لصالح المنظمه الاتحاد العام لطلبه تونس، نجي نعتبرها مغالطه كبيره. هذه الحاجه الاولى. فنحن لنا الحق ان نختار المنظمه التي تمثلنا، ونحن نعتبر الاتحاد العام التونسي للطلبه هذه من باب تصفيه تركه النظام السابق انها منظمه لابد ان تعود للنشاط. هي منظمه كانت موجوده، قدمت الشهداء، قدمت تضحيات، قدمت نضالات كبيره، ومن حقنا اليوم ان نتواجد فيها. ونظن ونجزم انه قادم الايام وعلى مستوى الساحة الطلابية سيكون الاتحاد العام التونسي للطلبة حضور فعال وحضور حقيقي. هذا المسمى. ما استهجنه أنا حقيقة أنه من يدير الاتحاد العام لطلبة تونس هم أشخاص لا يحملون أصلا صفة الطالب. سي عز الدين زحتور اللي هو الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس هو ليس بطالب أساسا، يدير منظمة طلابية الأصل فيها أنت غادرت الجامعة منذ سنوات وتتحدث باسم الطلبة. عز الدين فرجاء ما غير مزايدات في هذا الموضوع، رجاء. في علاقة بالأرقام والنسب، احنا قلنا هذه نتائج أولية. احنا سننزل كل أبنائنا الذين نزلوا لانتخابات المجالس العلمية ونعطي أسمائهم بالتفصيل في كل جزء جامعي. أنا النتائج الأولية التي بين يدي واللي وصلتنا باعتبارنا دعمنا قائمات الاتحاد العام التونسي للطلبة تشير انه هذه القائمة فازت باعتبارها قائمة وطنية موجودة في اغلب الاجزاء الجامعية. انا اذكر في كليات العلوم عموما في كليات العلمية كان هناك انتصار ساحق لقائمة الاتحاد العام التونسي للطلبة. أنا لا أقول أن الاتحاد العام لطلبة تونس لم يحصل جزء مهم من المقاعد، وحصل جزء مهم من المقاعد، وكان هناك تنافس شريف وحر مع منظمة الاتحاد العام لطلبة تونس، وهذا أمر جيد نسجله بكل ارتياح. وهذه كانت فعلا ممارسة ديمقراطية تؤسس لمرحلة جيدة في المرحلة القادمة مبنية على التنافس الشريف والحر، وتشارك فيه كل الطلبة وتختار كل الطلبة معناتها بإرادة حرة من يمثلهم، فهذه حاجة جيدة. فأنا نقول أنه كان فما فوز ساحق لقائمة الاتحاد العام التونسي للطلبة في الكليات العلمية. النتائج الأولية اللي عندنا واللي في معناتها نملكها، الاتحاد العام التونسي للطلبة هو الفائز في هذه الانتخابات وهي القائمة الأولى على المستوى الوطني. أنا ضربت أمثلة على سبيل المثال الحصر. قلت أنه على مستوى الجامعات، هذه جامعة قفصة عندنا 17 من 27 مقعد، هذه جامعة سوسة 20 من 41 واللجات مات 12 مقعد، هذه جامعة الزيتونة 5 مقاعد دون حتى مقعد للجات، هذه جامعة القيروان، جامعة القيروان 10 مقاعد و7 للجات. معناتها هذه كلها أرقام. في صفاقس 16 مقعد و12 مقعد تقريبا للجات. هذه معناتها عموما هذه المعطيات الأولية التي نمتلكها، وإن شاء الله احنا بدون مزايدات، احنا باش كل المرشحين متاعنا الذين فازوا في الانتخابات بأسمائهم ستنزل أسمائهم في عاجلا في المواقع وفي مواقع الإعلامية كما يتم، باش